سمعوا معايا وزير العدل شنو كيقول. وزير العدل يا ساده سمعوا معايا شنو كيقول. الطفل الإفريقي الذي يهاجر إلى المغرب وهو لا يملك وثائق يجب أن نوفر له الصحة، يجب أن نوفر له التعليم. هذه مسؤولية الدولة تجاه المجتمع الإنساني وليس فقط تجاه هذا الشخص أو ذاك. نعم، هذا بالنسبة للطفل الإفريقي. بينما أبناء المغرب اللي توفوا في مدينة سبتة والحصيلة قد تجاوزت 100. الأنباء تتحدث الآن على 129 مواطن مغربي، شاب مغربي، يعني ب 129 أسرة مألومة، وماشي حصيلة نهائية، ربما هيكون ما هو أكثر. والإشكالية والطامة الكبرى أنك هذه القضية ديال سبتة وهذا الاقتحام والدخول ديال 60,000 وهذه الأحداث اللي وقعت واللي جعلت الدولة المغربية بحد ذاتها متهمة عند الصحافة الإسبانية وعند الصحافة الأجنبية، وخلات الكيان يتكلم، يعني نتنياهو نفسه تكلم، ترامب الرئيس الأمريكي تكلم على الموضوع، قادة أوروبا تكلموا على الموضوع. قضية وصلت حتى مشادات ما بين إسبانيا وإيطاليا وفنلندا ودول أوروبية، والكل يتحدث، الصحافة العالمية كلها تتحدث على هذا النبأ إلا المسؤولين المغاربة. بينما كنشوفوا هذه الأرقام اللي كيقولوا بداو 30 ديال الوفيات ثم 67 ديال الوفيات، والآن كيتحدثوا على أكثر من 129 حالة وفاة. هادشي كامل كيجينا من الصحافة الإسبانية، كيجينا من وزارة الداخلية الإسبانية، كيجينا من المسؤولين الإسبان. إما المسؤولين المغاربة أين هم؟ أين هم المسؤولين المغاربة؟ وزير العدل كيقول لك خصو يوفر للطفل الإفريقي اللي ما عندوش الوراق ودخل للمغرب الصحة والتعليم وكل مقومات الحياة. قال لك مبدأ إنساني خصو يلتزم به. بينما الشاب المغربي اللي كيتوفى وحنا كنشوفوا صور تؤلم في القلوب، كيفاش رجل أمن أو رجل ديال القوات المساعدة وينتمي للجيش المغربي كيلبس الزي الرسمي يمثل مؤسسة، مواطن مغربي كيمشي عنده على أساس باش يساعدو، يطلب منه شربة ماء، لا أدري، الله أعلم، هو طلع عنده، المواطن طلع عنده، والفيديوهات راه باينة. أنا يعني مواقع التواصل الاجتماعي كتحجب الفيديوهات ديال العنف، هذا ما نبينوش، بالحق راه الصورة باينة والفيديوهات متداولة بشكل كبير. السيد طلع عنده يطلب منه شي حاجة، يا يعاونو يا يرشدو في الطريق يا يطلب منه المساعدة. الممثل ديال الجيش، الرجل اللي كيحمل الزي ديال الجيش، كيحمل حجرة وباغي يقتلوه، ضربة في الراس. يعني هنا كنتحدثوا كيفاش هذا الشيء. هل هكذا يعامل المواطن المغربي؟ هل هكذا يعامل أبناء المغرب؟ يعني الصورة هزت المجتمع المغربي. هذا رجل أمن المفروض هو يحمي ديك السيد هذاك، أو هذا الرجل ديال القوات المساعدة، الرجل ديال الجيش المفروض أنه كيحمي الحدود من أي شر كيهدد السلامة ديال المواطنين، هذا هو الأصل. لكن ملي كيكون رجل أمن أو الرجل كينتمي للقوات المساعدة مشحون بهذه الطريقة باتجاه مواطن مغربي، ماذا نقول؟ تسمع كلام الوزير على الأفارقة وعلى الطفل الإفريقي، ماذا نقول؟ راه مأساة. من بين الأسباب اللي كتخلي الشباب المغربي أنه يهاجر هو الطريقة اللي كنشوف، هذا التعنيف الزائد. انت المفروض انك تحمي ديك المواطن، المفروض انك جيتي نتما باش ما تخليهش يعمل شي حاجه سيئه تسيء للبلد، تسيء له، تسيء الى المغاربه، باش تحميه من انه يتكبحوا اذا كان فيه شي شر او باغي. حنا كنشوفوا دابا صور متداوله والكاميرا صورت ماشي بجانب واحد، مجموعه ديال الزوايا، يعني شحال من واحد صور هذاك المشهد هذا، واحد مصور من هنا، واحد مصور من هنا، واحد مصور من. كنشوف انا السيد كيرغب كيطلب، شنو كيطلب الله اعلم، يعني الصوره واضحه، الصوت الله اعلم، كيطلب. الرجل ديال القوات المساعده عوض ان يستجيب باغي يضربه بحجره، جاب الله ديك الحجره ما جاتش فيه، شير عليه بالحجره الاولى، شير عليه بالصخره الثانيه،
ما جاوش فيه، مور داكشي مشاو نهالوا عليه بالضرب الهراوات. وهذا هو طلع عندهم باش يطلبوا بشي حاجه، يا يرشدوه، يعطيوه الماء، يا كذا، يا يتوسط له مع ديك الشباب. لا ادري، ما عرفتش شنو وقع بالضبط، لكن عومل بطريقه عنيفه كانه تهديد بالقتل. اين كرامه المواطن؟ واين المسؤولين؟ كنتكلموا على المسؤولين ملي كيجيو تبجحوا علينا في اللقاءات والندوات وكذا. اين هم؟ اين هاد اخ النوش وهذا الوهبي وهذا الاسماء التي تنتمي للحكومه الان؟ اين هي؟ اين هو؟ اين هذا الائتلاف الحكومي اذا لم يتجاوب مع قضايا الشعب؟ حنا دابا نبقاو نسمعوا الاخبار من الطرف الاسباني، وما يعطيونا الاحصائيات ويعطيونا الارقام ويقولوا لنا شنو واقع. ملي كتجي الصحافه الاسبانيه وكيجيو ناس وكيقولوا لك ان هذا الحدث مفتعل، وناس روجوا له كيفاش ان هاد الشاحنات، هكذا يقولون، كيفاش هاد الشاحنات تمر في الطرقات مملوءه بالشباب، مملوءه بالشباب، لم يعترضها احد ولم يوقفها احد حتى وصلت من تما. كيفاش وصلوا 60,000 انسان الى ذلك المكان؟ وطبعا احنا شفنا الان كيفاش ان كان تشفي في الحكومه ديال شانسيج من طرف الكيان الصهيوني، لان الحكومه شانسيج الاسبانيه وقفت موقف يحسب لها ضد افعال الكيان في اخوتنا في فلسطين. الحكومه ديال شانسيج ازعجت الكيان وازعجت ترامب، وكنعرفوا ان ترامب هو الذراع ديال الكيان، ووقعت مشاكل حتى دبلوماسيه بسبب مواقف ديال اسبانيا، وسبب ان اسبانيا وقفه يعني تشهد لها. الان بهذا الحدث ديال الاقتحام لمدينه سبته ب60,000 انسان بداو كيتشفوا فيها كان هذا الحدث حدث مدبر مفتعل باش تسقط ديك الشعبيه ديال شانسيج، باش تسقط ديك يعني ديك المواقف ديال اسبانيا، باش تكون اسبانيا عبره للاخرين. ثم ضد امريكا وسياسه امريكا وضد الكيان، ها الجزاء ديالكم. وخلاو ايطاليا انها طبعا المسؤوله الايطاليه اللي كتنتمي لليمين المتطرف واللي كتقول بطرد الاجانب جات معاها، وكل اليمينيين المتطرفين عجباتهم الصوره، لان الدوله الاسبانيه عضو في الاتحاد الاوروبي وعضو فعال، وغتسول اوراق ديال 500,000 انسان. اليمين المتطرف اللي كيقول بطرد الاجانب ما عجباتوش كيفاش هادو يدخلوا لنا 500,000 انسان، وهي الدوله الوحيده في الاتحاد الاوروبي اللي بقات كتاخذ هذا الاجراء هذا. فبالتالي خصنا نبينوا ان اسبانيا بهذه الافعال هذا كتشجع على الهجره السريه، وبهذه الافعال هذا المغرب كامل هيدخل عندها، وهذه الدوله ما تستحقش تكون عضوه في الاتحاد الاوروبي. لهذا يقولون ان هذه الاحداث مفتعله، خصوصا مع الصور ديك الشاحنات مملوءه بالشباب وهي ماشيه، مجموعه من الاشياء تطرح علامات استفهام. لكن هذا الشيء هذا خصنا يخرجوا المسؤولين ديال هذه البلاد هذه ويقولوا لنا شني كاين. الان ملي كتجي لو موند اولا كتجي مجموعه ديال المنابر اعلاميه غربيه وكتهم المغرب وكتقول انه هو اللي افتعل هذه القضيه هذه، خصنا المسؤولين يجاوبوا. اذا احنا نبقاو نسمعوا الاخبار من عند طرف الاسبان والفرنسيين وكذا. الواقع ديالنا يعني ما هو دور وزاره الاتصال ولا دور التواصل؟ رئيس الحكومه الاسباني بعد الحدث مباشره ما مثلوش حتى شي مواطن، ما مات حتى شي مواطن اسباني في هذا الحدث هذا، اللي ماتوا مواطنين مغاربه. والمشكل بدا من المغرب ماشي من اسبانيا، لان هادو دخلوا من المغرب من سبته المحتله. فبالتالي المشكل بدا من عندنا. وهاد الشباب اللي ماتوا شكون المسؤول على الوفاه ديالهم؟ قال لك اسيدي تروج اخبار زائفه. شكون هذا اللي روج اخبار زائفه؟ اذا حنا خصنا نسمعوا بيان من وزاره الداخليه المغربيه كتبين لنا علاش تم التساهل في المعابر الحدوديه. اذا كاين واحد مجموعه ديال الاسئله كتطرح، الاجابات ديالنا لا نجدوها، واشياء تطرح علامات استفهام كبيره. في المقابل الجانب الاسباني يتفاعل ويعطينا ارقام على الوفيات ديالنا.
اذا حنا مع من كنتعاملوا؟ واش هكذا تدار الامور من طرف الحكومه، طرف المسؤولين المغاربه، كأن شيء لم يحدث، كأن الامر لا يعنيهم؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. ختام نحيي الجميع، مرحبا بكل ارائكم وتفاعلاتكم. عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في القناه، والى فيديو اخر نحييكم. السلام عليكم.